إلى موضوع حلقتنا اليوم والخاص بالتصنيف الائتماني وكيفية تدخل النظام المصرفي لرفع درجة التصنيف الائتماني بعد ما شهدته البلاد من توترات سياسية في الفترة الأخيرة. سنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع من خلال ضيوفنا الكرام. برحب بحضراتكم مرة تانية دكتور خالد وأستاذ أيمن. دكتور خالد، في البداية عايزين نعرف السادة المشاهدين يعني إيه تصنيف ائتماني وإلى أي مدى التصنيف الائتماني مهم جدا لأي دولة؟ هو الحقيقة في الواقع في مؤسسات عالمية اسمها مؤسسات التصنيف والتقييم الائتماني، وده بيكون دورها ان هي تدرس الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، في كل دولة، للخروج بتقرير سنوي للمستثمرين ليساعدهم في بناء رأي فعال عن الاستثمار في داخل هذه الدولة. هذا التصنيف بيعتمد على عوامل كثيرة جدا، ولكن أهميته بالنسبة للمستثمرين كبيرة جدا، لأن النهاردة المستثمر اللي بيقرر أو بيدرس على الأقل الاستثمار في دولة زي مصر في الوقت الحالي، أول حاجة بيعملها بيلجأ لإحدى هذه المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف الائتماني لدراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية في هذه الدولة ودراسة النظام المصرفي وخلافه. وهذا التقرير بيديله ملخص شامل كامل وافي عن هذه الدولة وحالتها النظام المصرفي فيها والنظام السياسي بها، هل هو نظام اشتراكي، نظام شيوعي، نظام أيا كان النظام السياسي بتاعها، ونسبة البطالة ومتوسط الأجور وحاجات كثيرة جدا يقدر المستثمر الأجنبي ان هو من خلالها يتخذ القرار المناسب إذا كان الاستثمار في داخل هذه الدولة يفيده أو يضره. يعني نستطيع نقول أن التصنيف الائتماني هو عبارة عن تقرير لحالة كل بلد على الصعيد السياسي والاقتصادي، واللي من خلاله يقدر كل مستثمر يحدد هو عايز يستثمر في البلد دي ولا لا. بالظبط. تمام. طيب أستاذ أيمن، يعني مؤسسات التصنيف والتقييم الائتماني ازاي يعني بالبلدي بتقيس التصنيف الائتماني لكل بلد؟ ما هي عوامل تقييم كل بلد وتصنيفها الائتماني؟ هو في هناك 3 عوامل رئيسية هي اللي بتبني عليها مؤسسات التقييم الدولية عملية التقييم. أول عامل هو العامل السياسي، وده بيوضح مدى استقرار السياسي في البلد. العامل الثاني هو العامل الاقتصادي، وده بيوضح مدى قوة الاقتصاد ونموه. العامل الثالث هو عامل المالي، وده بيوضح قدرة البلد على سداد التزاماتها في تاريخ استحقاقها. العامل المالي اللي هو بمعنى آخر الديون اللي موجودة هو على كل بلد. بيتمثل في عجز الحكومة وفي السيولة. يعني ده بناء على عجز الحكومة ده هي بتقترض، قدرتها على انها تسدد الاقتراض ده هو ده اللي بيعكس الجانب المالي. تمام. طيب دكتور خالد، ايه هي العوامل اللي ادت لتراجع مصر بالنسبه لتصنيفها الائتماني في الفتره اللي فاتت؟ هل الاوضاع السياسيه والثوره وما حدث في مصر كان السبب الرئيسي لتراجع التصنيف الائتماني؟ أكيد هو ده السبب الرئيسي فعلا لتراجع التصنيف الائتماني في مصر في أحداث 25 يناير، لأن مصر التصنيف الاقتصادي بتاعها كان ثابت في الفترة ما قبل 25 يناير، ولكن المتغيرات السياسية التي طرأت في داخل البلاد من ثورة وخلافه وتغيير في النظام السياسي ورئاسة الجمهورية والكلام ده كل ده أثر سياسيا على التصنيف الائتماني بمصر. والتصنيف الفاكتور العامل السياسي نفسه بيحوي حوالي 50% من قيمة التصنيف نفسه، لأن العامل السياسي بطبعه بيؤثر إيجابيا أو سلبيا في العاملين الآخرين وهو الاقتصادي والمالي. أما ممكن تلاقي دولة الحالة الاقتصادية بتاعتها انهارت فجأة، البورصة أو خلافه، ولكن هذا لا يعني أنه يكون بسبب أو يؤثر بالتالي في النظام السياسي. النظام السياسي ثابت، ولكن الناحية الاقتصادية هتؤثر على الناحية المالية وميزان المدفوعات. طيب احنا بنهاية شهر يناير انخفض التصنيف الائتماني، وبنهاية شهر فبراير اعتقد انخفض مرة اخرى. يعني في البداية كان BA2 وبعدين في شهر فبراير بقى BA3. مظبوط؟ مظبوط. طيب لماذا انخفض مرة أخرى حيث أن الأوضاع السياسية لم تتغير التغيير الجذري الذي يؤدي إلى انخفاضه مرة أخرى؟ الأوضاع السياسية طول فترة عدم وجود نظام سياسي في الدولة يدل على أن هناك عدم استقرار، فكل ما هذه الفترة بتطول كل ما التقييم هيفضل ينزل. لذلك قلنا قبل كده أن هام جدا جدا سرعة رد الفعل الشارع المصري
وثبات النظام السياسي، عشان هو ده كل ما النظام السياسي يثبت بصورة أكبر وبفترة أسرع كل ما التصنيف هيبتدي يرجع إلى سابق عهده. تمام. وبالعكس صحيح. تمام. طيب يعني الأوضاع السياسية هي العامل المؤثر 50% تقريبا، هو بيأثر على التصنيف الائتماني. هل التوترات السياسية يا أستاذ أيمن اللي بتحصل في الدول العربية الأخرى أدت أيضا لانخفاض أو تراجع تصنيفها الائتماني؟ على سبيل المثال ليبيا مثلا، بعض البلاد الأخرى التي أيضا حدث فيها بعض التوترات السياسية والاضطرابات الداخلية، هل ده أدى أيضا إلى تراجع تصنيفها الائتماني؟ بالظبط، زي ما تفضل دكتور خالد ووضح، هو فعلا العامل السياسي بيأثر على العوامل الأخرى. فالعامل السياسي بمجرد حضرتك ما يأثر بيطيح بالعامل الاقتصادي والمالي، والدليل على كده ما حدث في مصر، ان بمجرد ما العامل السياسي حصل فيه عدم استقرار في البلاد ابتدى يحصل تأثر على بقية العوامل. فتبص تلاقي حضرتك ان حصل انخفاض في الإيرادات، حصل زيادة في النفقات، حصل زيادة في العجز. في مشكلة يمكن بتواجهها معظم الدول اللي بيحصل ليها انخفاض في التقييم، ان ما بتلاقيش وسائل تمويل لتغطية هذا العجز. فأكيد طبعا أول ما بيحدث انخفاض أو تأثر للعامل السياسي بيتبعه تأثر للعامل الاقتصادي والمالي. تمام. احنا احب اوضح نقطه مهمه هنا جدا، ان بس التغيرات السياسيه اللي في المنطقه العربيه لا تؤثر فقط سلبيا على التصنيف الائتماني داخل الدوله، وانما تطول الدول المجاوره. يعني اللي بيحصل في ليبيا ده له تأثير على الدول المجاورة، له تأثير على مصر 100%، بدليل ان في 1.5 مليون او 2 مليون واحد مصري في ليبيا هيرجعوا لك، هيزود نسبة البطالة، هيرجعوا من غير فلوس، عايزين انفاق، عايزين مرتبات، عايزين تعيين. فده هيزود السلبية بتاعة النظام بتاعة التصنيف الائتماني في مصر. تمام. فمش بس بيؤثر على داخل الدولة، ولكن قد يتعدى محيط الدولة ويتعدى الدول المجاورة. طيب أستاذ أيمن، يعني عرفنا معنى التصنيف الائتماني، وعرفنا أن هو تراجع في مصر تصنيفها الائتماني من مستقر أصبح سلبي. يعني العوامل المؤثرة أو عفوا يعني تأثير هذا على الاقتصاد المصري، ما نتيجة انخفاض أو تراجع تصنيف الائتماني لمصر؟ هو أنا أحب أوضح أن أهمية التقييم الائتماني بحاجتين. الحاجة الأولى هي جلب استثمارات للبلد، الحاجة الثانية هو القدرة على الاقتراض. ففي حالة انخفاض التقييم الائتماني بيتأثر طبعا حجم الاستثمارات الموجهة أو المتدفقة إلى البلد، وفي نفس الوقت بيحجم يعني معظم الجهات عن تمويل مصر وسد العجز. فبالتالي حضرتك أول ما بيحصل تأثر للاقتراض بتبتدي الدولة في الحالة دي تبحث عن سبل لتمويل العجز. ممكن من السبل دي لو يعني لم تجد وسيلة بتضطر انها تطبع اوراق نقدية، ودي طبعا بتؤدي الى مشكلة كبيرة وبتؤدي الى تضخم. تمام. وبالنسبة للاستثمار احنا بنتحدث عن الاستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر، والاستثمار الداخلي ايضا اعتقد. مظبوط، بس هو التأثر اكتر بيبقى من الاستثمار الخارجي. تمام. طيب دكتور خالد، يعني كيف نستطيع ان يعني نظبط البالانس مرة أخرى؟ يعني تراجع التصنيف الائتماني لمصر مرتين، كيف نستطيع أن نعاود التصنيف الائتماني مرة أخرى من سلبي إلى مستقر؟ طيب انا عايز اوضح حته مهمه، ان التصنيف بتاع مصر ليس معنى هو تراجع مرتين سلبيا ان هو نزل درجتين. الدرجه الواحده بيبقى فيها كذا درجه شريحة داخليه، كذا شريحه. فالتراجع لا يعني ممكن تبقى حضرتك BB+ with positive outlook